يا صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. النهارده بقى هنعمل حلة محشي حلوة كده بطبقة فراخ، حاجة كده رهيبة. ومعروفة الأكلة دي في المصريين ان هي لازم تكون اول يوم في رمضان. حاجة كده أكلة يعني قيمة بالنسبة لينا كمصريين، معروفين ان احنا اول يوم لازم محشي وبط او محشي وفراخ، يعني على حسب امكانياتك. هنعمل النهاردة بأقل الامكانيات برضو، علشان برضو ايه اللي معهوش يجيب بط ووز والكلام ده كله، هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة وحلوة كمان. تعالوا بس نسمي الله، وما تنسونيش بس بالاشتراك وتفعلوا الجرس علشان كل جديد يوصل لكم ان شاء الله. انا النهارده بقى حلة محشي حلوة كده. اول حاجة بتجيب الكرنباية كده، تكون قرصة مدورة كده وحلوة، وما تكونش يعني ايه بيضاوية. اهم حاجة تكون قرص من تحت كده، قرص ومدورة كده وحلوة، علشان ايه تديكي ورق كتير، ما تكونش مفرغة من جوه. ببدأ ان انا اشيل بقى الورق اللي ما يعني اللي هو الاخضر، وهحتاجه يعني حطيته في جنب. وغسلت الكرنباية وفرغتها من النص كده، وعلى مية بقى فيها كمون وملح. ببدأ ان انا احط الكرنباية دي بكل سهولة خالص. هقلبها الجهة التانية بعد ما بتستوي، بس مش تستوي قوي لدرجة اللي هي 100%. كده كده بتاخد ايه سوا برضو بعد ما بتطلعيها. ممكن كمان من بعد ما تطلعيها تغسليها بمية ساقعة عشان توقف السوا بتاعها، ما تستواش قوي وتتهرق. انا بحب المحشي بتاعي يكون فيه بصل كتير. قطعي بصل كتير بقى، او على حسب برضو الكرنبايه اللي انت جايباها، كبيره صغيره على حسب عينك ميزانك، وتشوفي حجم الكرنبايه قد ايه تكفيه بالبصل والطماطم. اهم حاجه المحشي يكون معاكي طماطمه كتير وبصله كتير وخضرته كتير. بقطع بصل كتير، وكمان حطيت فلفل. الفلفل طبعا اختياري، عايزه تحطي تمام، مش عايزه براحتك. في ناس بتحب التوم برضو. انا بصراحة ما بحبش احط توم في المحشي. حطيت البصلة بقى تدبل، عما جبت بقى فلفل حار كده، جبت 3. وبدأت ان انا اقطعهم قطع صغيرة. وهبدأ ان انا احط الفلفل عما البصل يدبل شوية. هحط الفلفل عشان لو حطيت الفلفل في الاول الفلفل هيتحمر معايا، لا انا عايزاه يكون موجود. والبصل خلاص دبل معايا، ببدأ ان انا احط ايه الفلفل المتقطع ده. خلاص كده نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونكمل الوصفة بتاعتنا. خلاص كده انا بحب احط الطماطم على البصل وهو دبلان، يعني ما بحبش ان انا احمر البصل قوي عشان ما يديكيش حموضة بعد كده. اي طبيخ انا بعمله بحب ان البصلة تكون دبلانة، ما بحبش ان انا احمرها الا في الاكلات المعينة اللي لازم ان انا احمر فيها البصل. هنا بقى انا رحت اجيب فرخة. الفراخ كانت ب100 جنيه، والفرخة كانت هتقطع لها 250 جنيه. انا ما بحبش الفراخ تكون صغيره، ما بحبش، بحس ان هي كتكوته بصراحه كده، ما بحبش الفراخ صغيره. فانا لو جبت فرخه هتقطع 250 جنيه، فقررت ان انا اجيب 3 اوراق كبار، واقسم كل ورك ل2. الواحده برضك لازم تفكر ولازم تدبر نفسها. ال3 وراك دول قطعوا لي 140 جنيه. كان ب103. كان ب103 الكيلو، كان ب103. انا نقيتهم كبار علشان ايه؟ اقسم كل ورك ل2 يقضي الايه الاسرة بتاعتي. تمام. بدأت بقى ان انا احمر الوراك دي في شوية زيت، معلقة سمنة، مع شوية ملح، شوية فلفل اسود، شوية بهارات فراخ، واحط ورق لورا. تمام. نكهي الفراخ كده قبل ما تحطيها في المحشي. حطي حبهان، حطي مستكة. المهم ما تقلبهاش الا لما تاخد لون حلو كده من الجهة دي، تقومي مقلباها على الجهة التانية. حمرها كويس، تاخد لون كويس عشان تدي طعم حلو للمحشي، والفراخ نفسها، الفرخة نفسها تبقى طعمها حلو. نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونكمل الفيديو. واللي لسه ما حطش اللايك يحط اللايك كده، ودعوة حلوة ولكم بالمثل ان شاء الله. خلاص كده هنجيب بقى الطماطم بتاعتنا، خلاص اتسبكت. حطيت عليها الخضرة اللي انا مقطعاها، والبهارات. البهارات ايه بقى؟ ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، شوية بهارات برضو فراخ بتدي، او بهارات لحمة بتدي طعم حلو قوي للمحشي. هنبدأ بقى ان احنا نرص الحلة بتاعتنا. حطيت ورقة خضراء من اللي هي بتاعة الكرنب، سلقناها وحطيتها علشان المحشي ما يلزقش. يعني المحشي ما يتلزقش من تحت.
حطيت بقى ايه طماطم وبصل، والعيدان بتاعه الكزبره بتاعتي ما رميتهاش، حطيتها برضو في الارضيه. كل ده بيدي نكهات حلوه للمحشي بعد كده. وحطيت كمان الصوصات اللي هي نازله، المرقه اللي نازله من الفراخ، كل حاجه حطيتها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه. بس الحله كنت مستصغراها فنقلتهم تاني في حله تانية يعني. انا بتاسف على حاجتين، على صوتي لان واخده زكام، والحاجه التانية على صوتي الدوشه اللي حواليا، رغم ان انا قايمه الساعه 7 الصبح عشان امنتج الفيديو ان انا احط يعني اسجل عليه. اول ما سمعوا صوتي صحوا على طول وبقوا يعملوا دربكه، مش عارفه بيحسوا ازاي او بيعرفوا ازاي ان انا صحيت. تعالوا بقى نشوف عملنا هنعمل ايه بقى تاني. خلاص عملنا الطماطم في الرز والبهارات. مش عارفه انا قلت لكم البهارات ولا لا، اللي هي ملح وفلفل اسود، شويه بهارات، شويه كزبره ناشفه. الحاجات دي بتبقى حلوه قوي في خلطه المحشي. ونقلت الحاجة اللي هي الفراخ والطبقة اللهم صل على النبي، طبقة البصل والطماطم والحاجات دي في حلة تانية. وحطيت بدل الورقة الخضراء حطيت ورقتين، عشان السلستين بيحرق الحاجة من تحت بيشيطها. فانا قلت ايه خلاص احط ورقتين واحط طبقة الخضرة اللي هو طماطم بصل جزر. احط جزر، بصي اي حاجة يعني بتدي نكهة وطعم وريحة حلوة للمحشي حطيها. بعد كده حطيت الفراخ، وحطيت الفراخ على جهة اللي فيها الجلد يعني، عشان تتحمر تاخد يعني ايه اللي هي اللون الحلو اللي انت شفتوه في اول الفيديو. حطوه من يمة الجلد ده هيبقى تحت. بعد كده بقى برص المحشي زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ ان انا ارصه على الفراخ. اخلص الكمية كلها. بعد كده خلاص تعالوا بقى نشوف هنسويها ازاي عشان يطلع معاكي مش معجن والمقدار المظبوط. هنا بقى عندي مية كنت حطها على النار، مية غلياها، حاطة فيها مرقة دجاج، وحاطة فيها معلقة صلصة وشوية ملح وشوية كمون شوية فلفل اسود. وبدأت ان انا اسقي المحشي. هو انا مش عايزة، هو يا دوبك كده قطع يعني، يا دوبك كده المحشي باين. انا بوريكم اهو ان المحشي يعني باين كده، يعني حاجة بسيطة خالص، ما تزوديش مية عشان كده كده الكرنب بينزل ميه، يعني ما يعجنش منك. خلاص كده بسيبه بقى، اول لما بيغلي وينشف شويه بهدي النار وبسيبه على نار هاديه لحد اما بيستوي. بيطلع معاكي بالشكل الجميل ده. ونسيب طبعا معلقه زيت وانت بتسويه، وبعد ما بيستوي خالص وبتدفع عليه تحطي من الوش كده معلقه سمنه بلدي يعني، او اي سمنه ريحتها حلو وطعمها حلو، عشان تديكي طعم حلو للمحشي. هنا بقى كنت بقلبه وانا بقلبه كده الكاميرا اتهزت، بس عادي حصل خير. هوريكم دلوقتي المحشي طالع ما شاء الله، ما فيش واحده لازقه في التانية ولا واحده متفرطه ولا الرز طالع منها ولا اي حاجه، ما شاء الله طالع حلو. والفراخ واخده لون جميل قوي زي ما انتوا شايفين كده، يعني الفراخ متحمرة والمحشي جميل. وكله بقى ايه في حلة واحدة علشان ما نعملش كذا حلة. انتوا عارفين ان في رمضان بيبقى الحلل كتير وموان كتير وحاجات كده، يعني ايه انتوا عارفين. وطماطم بقى والخضار والحاجات والعيدان دي مدية للمحشي نكهة غير طبيعية وحلوة قوي. هنا بقى اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم ويكون افدتكم ولو افاده بسيطه خالص. يا رب كده بلغنا رمضان ولا فاقدين ولا مفقودين حبايبي، اللهم امين. استنونا الفيديو الجاي، ما تنسوش بقى بالاشتراك ودعوه حلوه كده ولكم بالمثل ان شاء الله. اهم حاجه تفعلوا بس الجرس عشان كل ما انزل حاجه توصل لكم. شوفوا بقى الفراخ قد ايه دايبه. مش هتكلم كتير، اسيبكم انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا لي ايه رايكم. مع السلامة يا اخواتي، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. مع السلامة.